نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. دول الغرب عايزين يكسروا في الشخصيه المصريه، لكن لا، محدش يقدر يكسرني، محدش يقدر يلعب بافكاري. انا مش اي حد وهم عارفين كده، لكن هم بيحاولوا يلعبوا بيني بكل ما تحمل الكلمه، بيحاولوا يلعبوا بيني، واللي هم بيجريهم بيخطوا وبيوقع في الخيز اللي احنا بنقول. ستنا هاجر عليه السلام خدها سيدنا الخليل وراح بيها بامر من الله لما هي خلفت سيدنا اسماعيل ابو العرب. وكانت ستنا ساره رضوان الله عليها زوجة سيدنا ابراهيم الاولانيه ما بتخلفش، فغيرت المراه بالجنس البشري قالت له شوف مكان تاني لها. فسيدنا ابراهيم خدها بامر من الله وداها في مكان كما قال الله، قال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سيدنا ابراهيم خد الست المصريه دي مش حط تحتها مليون خط، خد الست المصريه دي ووديها عند بيت الله بامر من الله. كان المكان صحراء وما كانش فيه حتى معالم للبيت، سبحان الله العظيم، حطها في المكان ده سبحان الله العظيم. هي وابنها عمل لهم خيمه كده، خلي بالك اللي عايشه في شده وبتقول لا انا مش عارفه نقعد، عايشه في وسط الناس وتقول مش عارفه نعيش. حط الست المصريه الشابه اللي عندها 18 سنه ديت في الصحراء، عمل لها خيمه هي وابنها واكل يكفي يومين ثلاثه وسيبها وماشي. خلي بالك بقى، خلي بالك اللي بيقولوا الدنيا ضيقه ومش لاقيين ومنهم لله البلد والقيادي واللي بيعملوا فينا القيادي. خلي بالك الست دي عاشت ازاي. الست ديت سيدنا ابراهيم عمل لها خيمه هي وطفلها اللي بيرضع. ما احنا لما نبقى في مشكله وبطولي نعرف نسيب، لكن في مشكله معايا عيل صغير مطلوب منا نحميه ونحمي نفسي، دي تبقى مصيبه كبيره. فسايبها وماشي. فبتقول له يا ابراهيم الى من تتركنا؟ ما ردش عليها حزنا، لان الولد اللي كان مستنيه العمر كله جه امر بانه يسيبه ويمشي. ده ما صدق انه شاف الولد، لكن ده امر الله سبحانه وتعالى. يا ابراهيم الى من تتركنا؟ ما ردش عليها. في ثالث مره قالت له الله امرك بهذا. خلي بالك بقى، كل واحده فينا مشكلتها ده امتحانك في دنياك زي ما كان امتحان لستنا هاجر عليها السلام ام العرب. قالت له يا ابراهيم الله امرك بهذا، ربنا قال لك حطنا هنا وامشي؟ فقال نعم. قالت له اذهب فلن يضيعك. خلي بالك، قالت له مع العلم ان ما فيش مقومات نجاح 1% تقول ان انا هكمل هنا، ده حاططنا في صحراء ما انا شايفه حتى على بعد الشوف ان حد ممكن ياخد بايدي، لكن عرفت ان ده امر الله. بما انها عرفت ان دي امر الله قالت له ما تخافش، بما ان ده امر الله يا ابراهيم اذهب فلن يضيعنا. قعدت الست رضوان الله عليها لحد ما نفد الطعام والشراب زي ما كلنا عارفين الروايه. فربنا سبحانه وتعالى اراد وسيدنا جبريل ضرب الارض بجناحه فنبعت زمزم. الست دي سيدنا عليه الصلاه والسلام بيقول في هذا الماء، بيقول ماء زمزم. خلي بالك بقى، خلي بالك اللي عندك الثلاجه بتاكل ممكن لحمه او سمك نقول مره في الاسبوع يا شيخ، مش هنقول مرتين في الاسبوع، لا مره واحده في الاسبوع يا شيخه، مره واحده في الشهر. الست دي عاشت على ميه بدليل كلام سيدنا ده. سيدنا عليه الصلاه والسلام بيقول في ماء زمزم، بيقول هو طعام طعم وشفاء سقم. الكلام بنحط تحته مليون خط. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، يعني ده معنى كده ان الست دي عاشت فتره طويله لدرجه ان هي كانت لما تجوع تشرب، لما تعطش تشرب، لما تعيا تشرب، لما يبقى عندها مشكله تشرب. هو ده ذات. خلي بالك ذات ايه؟ كان ميه. ما انا بقول لك يا مصريه خلي بالك، الشابه دي العلماء بيقولوا كان عندها 18 سنه، اللي قعدت في الصحراء طولها تحملت مسؤوليتها وتحملت مسؤوليه طفل لانها عرفت ان ده امر الله لها. فعشان خاطر تحملت وعرفت ان ده امر الله وان ده امتحانها، ربنا جعل لها الميه دي اكل وشرب وعلاج. علشان كده لما بنقول لك خلي بالك، احنا ربنا مدينا كتير. يكفي ان انت عايشه في وسط اهلك، هي كانت بعيده عن اهلها، قعدت في بلاد الحجاز وهي من مصر.
يكفي ان انت قاعده وحواليك ناس من البشر